المشاهدين معنا لاعب المنتخب الأردني ياسين الشبيب. اللاعب الأردني ياسين، ممكن تحدث لنا عن مباراة كيف كان شعورك؟ والله الشعور جميل جدا باللعبة، توفقنا وبس. المنتخب العراقي قدم اداء كلش جميل، وبفضل عندهم لاعب كبير، لاعب اوس الانصاري، لاعب متقدم جدا، قدر يحقق هاتريك علينا باللعبه، واحنا قدمنا اداء جميل. لكن الجمهور كان ضدنا، الحكم كان ضدنا، تحكم تحيز قطري كلش كان. سؤال اخر اذا سمحت لي، كيف كان شعورك بعد ما اوس الانصاري سجل عليك هاتريك؟ والله انا اقول الحقيقه، اللاعب اوس الانصاري لاعب كبير، لاعب مخضرم، يعني انا اتمنى انه العب وياه معاه بنفس النادي. هذا اللاعب الكبير لاعب. شكرا لكم. اعزائي المشاهدين، معنا لاعب منتخب العراق القوي الجميل اللي سجل اليوم هدفين على الاردن، اوس الانصاري. اوس، حدثنا عن خبراتك في المباراة. مباراة كانت سهلة للغاية بسبب الحس التهديفي الذي يمتلكه من المدافعين، وكان حارس الأردن قال لي بأنه كان متعب بسببي، ولكن المباراة كانت سهلة الحمد لله. نعم. سؤال آخر إذا لم تسمح لي. تفضل. ممكن تقول لنا شنو شعورك ورا ما سجلت الهدفين في مرمى الأردني؟ شعور اعتيادي جدا، بما اني انا العب في نادي برشلونه الاسباني واسجل العديد من الاهداف every fucking day، فانا لاعب مشهور جدا. شغل جماهيري. الشغب الجماهيري اللي الحدث في المباراة، في ارض المباراة، حدث المنتخب الاردني. لا خطر. فاككم الله يا اخوان. المشاهدين، بعد ما رأينا مباراة الأردن والعراق، بعد فوز ساحق للمنتخب العراقي على الأراضي الأردنية بثلاثية لهدف واحد، معنا ضيوفنا في المجلس الأستاذ اوس الانصاري من العراق، الأخ من الإمارات ياسين، والأخ الأردني أسير. أعزائنا المشاهدين، نعم، أحب أن أهنئ الفريقين على الأداء الرائع الذي قدموه. ومعنا في البداية الأستاذ أوس، شنو شعورك بالمباراة؟ والله يا أخي المباراة كانت كالعادة، أنت كما تعلم بأن الكرة الأردنية لا تفوق الكرة العراقية أبدا. نعم. كنا نعلم أنه لا نمتلك نجوم كبار مثل اللاعب. نعم. هذا اللاعب قادر على تسجيل الأهداف في أي لحظة وفي أي دقيقة. المنتخب الأردني منتخب ضعيف جدا، يستحق الحرق. تفضل. نعم. بعد ندخل إلى آراء الإماراتية على المباراة. والله انا بالنسبه لي اروح الحيز بالجانب العراقي، اقول اللاعب اوس الانصاري لاعب عظيم. المنتخب الاردني لو يلعبون 11 ضد 1، اوس الانصاري يستحق انه ياخذهم 11. لا تدز الكلام. هذا كلام ما قبله. المنتخب العراقي منتخب فاشل. انا اقول لك الشيء الشريف كان انا اعرف هذا الكلام. يجب عليك ان تحترم نفسك هنا، انت جالس معنا. أنت كذلك أمريكا. يا جماعة أنت تحترم من يحترمك. الصحافة يمكن تقول بأن المباراة كانت مفاجأة. ما هي المفاجأة؟ هذا سؤال يا أخي يسألكم سؤال محايد. أنت تقول المنتخب الأردني أحسن من العراق، ليش أكدتوا 3-1 ببالكم؟ نعم. لا إحنا صحيح الحارس ولا حكم كان مع المنتخب العراقي كثيرا. سؤال وجيه هذا تبغى لعبة كولومبيا أخوان زعوان. لا سؤال وجيه. لا أنا إماراتي مع العراق بتحبوا شيء؟ سؤال وجيه. لاعب اوس الانصاري لاعب يستحق يكون ممكن انا ما اقدر هالشيء، ما اقدر يا اخي. شوف سؤال وجيه. انا يحكم جاهز ان شوطين صارت تشتري. ممكن تفسر لي هذا الشيء زين انه ما صارت. انا خلك حطيتك على لاعب ما اعرف شو اسمه، حطيتك ان لاعب انا مسوي الثانيه. ممكن يا اخوان انا اقول لاعب يا حبيبي انا لازم تجرب حراسه وانت لا ما تخلص.
سؤال وجيه. هو يقول رأيه وانت تقول رأيك. احنا هنا مجرد يعني احنا ما نريد مشاكل بهذا المجلس. يا حبيبي اخوان